السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي آخر حلقة من كورس الإنسيدز. هنتكلم عن أكتر من عيلة في محاضرة النهاردة. الأولى الفينامات ولها اسم تاني اللي هو الأنثرانيليك أسيد، التانية الأوكزيكام ولها اسم تاني اللي هو الإينوليك أسيد، التالتة الإندول أسيتيك أسيد. نبتدي بعيلة الإندول أسيتيك أسيد، ودي منها نوع مشهور اللي هو الإندوميساسين، واللي بيقفل كوكس 1 و2، يعني هيشتغل أنتي إنفلاماتري أنالجيسيك أنتي بايوريتك زي أي دواء درسناه قبل كده. السايد إفكت بتاعته مختلفة عن غيره شوية، بجانب مشاكل الجهاز الهضمي اللي هي الحموضة والارتجاع، إلا إن شكله الكيميائي الشبيه لهرمون السيروتونين ده بيخليه بيشتغل على البرين ويسبب أنوركسيا وهيدك وديزنس، يعني ممكن يأثر على الجهاز العصبي المركزي، ولذلك يفضل استخدامه تحت إشراف طبي. التوبك الثاني وهو عيلة الفينامات، ودي منها نوعين، والتالت خدناه قبل كده، الميفيناميك أسيد والميكلوفيناميك أسيد، وبرضه الديكلوفوناك من عيلة الفينامات لأنه بيحتوي على مجموعة الأنثرانيليك أسيد. برضه بيقفل كوكس 1 و 2، يعني تستخدم لنفس الغرض، أنتي إنفلاماتري أنتي بايوريتك أنالجيسيك، ولها نفس السايد إفكت حموضة المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي. التوبك الثالث هو الأوكزيكام، ودي منها البيروكزيكام والميلوكزيكام. الاتنين دول بيقفلوا كوكس 1 و 2، لكن بتختلف كل واحدة عن التاني. يعني الميلوكزيكام بيقفل كوكس 2 بقوة أكثر من كوكس 1، أما البيروكزيكام بيقفل كوكس 1 8 مرات أكثر من كوكس 2. يعني مشاكله على الجهاز الهضمي وسيولة الدم أكثر من استخدامه كمسكن ومضاد التهاب، ولذلك يحظر استخدامه مع أدوية السيولة، أو ممكن يستخدم كبديل في حالة عدم توفر أدوية السيولة، ولكن لا يعتمد عليه كحل نهائي. وكده يكون خلص كورس الإنسيدز، وإلى اللقاء في كورسز أخرى إن شاء الله.